بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلاة وتسليما الى يوم الدين. حبيبي يا رسول الله، ان شاء الله كده هنعمل النهارده نخلل كده علشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده وهنا يا رب العالمين. واللي يشوف الفيديو الصبح صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعاده على عيونكم. واللي يشوفه بالليل مساء الخير، مساء الهنا يا رب العالمين. ان شاء الله كده بنعمل مخلل في البيت بتاعنا. شايفين جماله وشايفين لونه، ولسه ما تخللش يعني، هو يعني لسه في بدايته يعني. ومعايا كمان ليمون. رحت السوق لقيت الليمون ده بكام؟ كيلو ونص ب10 جنيه. يعني الليمونه اللي هي بتبقى طريه شويه، اللي هي مش بنجيبيه يعني تحطي في التلاجة تاخدي منه، ده بيبقى ليمون التخليل. تمام. جبته كده غليته غلوه واحده بس. طب غليتيه غلوه واحده ليه يا حنان؟ علشان انا هشيله رمضان، فهيبقى يبقى كده مش مهري ولا حاجه، ويبقى حلو. كمان مخلله الزيتون معاكم، ومش هفتحه ان شاء الله غير معاكم على اول شهر رمضان كده باذن الله. وكده بقى المخلل بتاعنا موجود في البيت، الزيتون والليمون والجزر واللفت. هنخلل تاني حلو قوي كده. جبت كده الليمون بعد ما غليته غلوه، صفيته من الميه بتاعته طبعا ما رميتهاش، انا بغسل بيها، بحطها في ميه الغسيل بتبقى جميله جدا. تمام. وكمان حطيته كده في ميه نظيفه رايقه، وفرغته كده في البرطمان بتاعي. ده هاخد 2 كيلو، يعني ده كيلو ونص ليمون ونص كيلو من الفلفل الحامي دوت، يعني 2 كيلو من المخلل حلو جدا. وكمان الفلفل بتاعنا ده فلفل حامي، يخلي بقى الليمون بتاعنا مشطشط كده وحلو. كل ده لرمضان. زي في قصة كده لرمضان، واحدة ست كان جوزها عمال يجيب لها في حاجات ويقول لها شيل رمضان شيل رمضان، سكر وسمنة وزيت وحاجات كتير. وجا واحد اسمه رمضان بيلف في الشارع يسأل ربنا، او بمعنى صح يعني بيبيع ربابيكيا. فبقول قالت له انت اسمك يا اخويا؟ قال لها رمضان. قالت له تعالى، ده انا جوزي شايل لك حاجات كتير. ادته كل حاجه كان شايلها جوزها، جابتها من تحت السرير واديتها له. جا جوزها قالت له مش رمضان جه واديته كل حاجه. شايفين الناس. تمام. معايا كده ميه، طبعا على كل كوبايه ميه بحط معلقه ملح على حسب البرطمان بتاعي ما هياخد بقى من ميه. تمام. انا بحط مثلا 5-6 كوبايات، عليهم 5-6 معالق من الملح. ومعايا كمان معلقه صغيره من السكر، ومعلقه من هرسة الشطه. تمام. وهقلب كل ده كده مع بعض. وحطيت السكر ليه؟ عشان السكر ده ماده حافظه. وهفرغ كده الميه بتاعتي في البرطمان لغايه الحلق من فوق. تمام. وهغطيه كده كويس. معايا كمان معايا اللفت السلطاني الاحمر الجميل ده، هخلله انا. كنت مخلله معاكم لفت بس عشان يتاكل على طول دوت. هشيله رمضان زي ما هو كده بحاله. هتقولي راسه كبيره، هقولك مش مشكله. تسلم ايد اللي جاب. هزعله يعني؟ لا كويس حلو، مش انا اللي نزلت جبته، بس كويس مش هقدر ازعله خلاص طالما جه. جبته كده نضفته كده من الطينه، ونضفته كده من القشر بيبقى في راس اللفت من فوق. هنضفه تنظيفه حلوه كده، وهاخده بقى على الحوض كده انقعه شويه عشان الطينه دي، لان بيبقى فيه كمان طينه كمان تانية. وهغسله غسله نظيفه. وهمسك بقى اللفتايه الكبيره خالص دي، اللي هي يعني الكبيره، هقسمها 2، والصغيره هشقها من فوق، علشان انا عايزه يعيش معايا ان شاء الله كده. لسه فاضل قد على رمضان؟ فاضل حوالي شهر وشويه. تمام. فانا مش عايزاه يمر معايا، فهخليه سليم زي ما هو، ما عدا طبعا الكبير ده هشقه 2 علشان يدخل من حلق البرطمان. تمام. هجيب كده ميه برضو بعدد كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. انا معايا كده 6 كوبايات من الميه، كل كوبايه عليها معلقه ملح. ما تكونش مليانه قوي يعني، تكون يعني معلقه بتاعه الاكل بس مش مليانه قوي. وهقلبه كده كويس. واحط كمان معلقه من هرسة الشطه. وهجيب كمان هجيب عصرة ليمون. وهجيب كمان هجيب كمان يا حنان؟ معلقه من السكر. السكر ده بيكون ماده حافظه وبيخلي المخلل بتاعي يقرمش. تمام. حطيت معلقه السكر اهوت، وهدوب كل ده كده مع بعضيه. تمام. الوقت ده بقى انا كنت غاسله المخلل بتاعي بقى، اللي هو اللفت والجزر والفلفل الحامي. الفلفل الحامي مش حاطه كتير، حاطه حوالي 3 قرون مقطعهم بس. شايفين اللفتايه؟ قسمتها 2 علشان كبيره، وعشان تدخل الحلق بتاع البرطمان.
مش انا اللي جايباه والله يا جماعه، انا لو كنت جبته كنت هجيبه صغير عن كده، بس مش مشكله، يسلم ايدي اللي جاب. تمام. وهعمل ايه في اللي هو الصغير، هشقه شقه كده من فوق بس زي شق القمر كده. والجزر بتاعي انا قسمه الجزرايه 2 برضو، وهحط الجزر مع اللفت مع قرنين فلفل كده، هقطعهم طرنشات صغيره. وايه هكمل كده البرطمان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. الله على جماله، لونه جميل، وهو هيبقى احمر تفتة من غير ما احطله بنجر، من غير ما احطله اي حاجه، هو من نفسه كده هيحمر. ادي المخلل بتاعنا. بقى عندنا زيتون وليمون ولفت وجزر وفلفل حامي. ما شاء الله البيت بتاعنا اتملى خير، ومن حاجات بسيطة خالص يعني، مش مكلفة خالص يعني. كل ما تنزلي السوق تلاقي حاجة كده هاتيها، مش مشكلة تبقى الحاجة يعني شوية صغيرين، بس المهم يبقى بيتك مستور وفيه كل حاجة. تمام. عندنا كده 3 اصناف ولا 4 اصناف من المخلل، فضل ورضا من عند ربنا. هفرغ بقى المية بتاعتي اللي هي بالملح، وهرسة الشطة، ومعلقة من السكر، وعصرة ليمون، ليمونتين او ليمونة ونص، او ليمونة ونص بالظبط. هخلي قشر الليمون ده على وش البرطمان من فوق. وبقى نسيت اقول لكم ان انا حطيت على الليمون من فوق كده رشة زيت صغيرة، وحطيت كيس وقفلت البرطمان كويس عشان ما يدخلوش هوا. وهعمل كده برضو في اللفت، هحط برضو شوية من الزيت. تمام. وهقفل البرطمان بتاعي برضو بايه، هحط كيس كده وهقفله علشان خاطر ايه، ما يدخلوش هوا، ويبقى ايه حلو كده ومعلهوش ريم ولا حاجه. شويه الزيت دول ما يخليش المخلل بتاعي يريم، يبقى عليه ريم ابيض. لا انا نسيت بقى احط الكيس، هفك تاني واحط الكيس علشان يمنع اي هوا. يا ريت اللي يشوف الفيديو ما ينسناش كده بتعليق حلو، يعني وايه، وتشتركوا في القناه عندنا كده وتدعمونا باللايك. وان شاء الله كده اشوفكم في فيديوهات كتير ان شاء الله على خير، ويا رب الفيديو عجبكم. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.